طاب مساءكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة جديدة وقلم جديد من برنامج قلم شاعر. وضيف الحلقة اليوم شاعر صغير في سنه ولكن كبير في عطائه، امتاز في كتابة الصورة الشعرية. نرحب أنا وإياكم بالشاعر محمد أحمد. أستاذ محمد شلونك؟ شلونك حبيبي استاذ مسلم؟ شو اخبارك امورك؟ والله الحمد لله. أنت فدوى شلونك؟ روح لك يا حبيبي، شكرا الله على يحفظك. حسن الضيافه وهاي الدعوه الحلوه، وان شاء الله نشوف من الايام الجايه برنامج قلم شاعر ياخذ صدى بالعراق والوطن العربي ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله أستاذ التوفيق بجهودك. لك ولبرنامجك والكادر التصويري. فدوى رحت لك أستاذ بجهودك إن شاء الله. يا حبيبي أستاذ انطينا هويتك التعريفية. الهويه التعريفيه محمد احمد محمد، من محافظه بغداد، منطقه الشعب، طالب. تشرف بيك. فدوى روح لك. أستاذ انطينا قصيدة نفتتح بها برنامجنا. اي خادمك. استغفر الله خادم ربه. على خيوط الشمع إيه. تكتب لك النار، شخابيط بوصالك وانا اعدل. الله. وعلى شمع الله. على خيوط الشمع تكتب لك النار. شخابيط بوصالك وانا اعدل. اي وعلى شمعة فراقك نفخة الروح، اي قالت لك ابقى وجودك اجمل. وفوانيس الموادع بيه ترتاح، لان تعرف بقلبه بساعة يخجل. واذا رايد اخباري الكذب مرتاح، الصدق هولاك طب بغداد يحتل. الله الله عليك. واذا رايد اخباري الكذب مرتاح، الصدق هولاك طب بغداد يحتل. وعلى اخبار المغول اعترض عثمان، 20 البرطاني يقول تنحل. ما كثر زعلي وعيوبه عليك، اللي يكثر بالزعل على الغيره ينمل. وسوالف انا اريدك يمك ارتاح، الله. تعطيل الوضع وبحلق منجل. الله سوالف. وسوالف انا اريدك يمك ارتاح، اي تعطيل الوضع وبحلق منجل. اي وصعبه المساله ونعتبره قانون شلون؟ مغذي، ويا الرياضه شلون يسهل؟ لا سهله المساله. وكنت وهمان واحد الجمعه ويا واحد يطلع الحل. حلو. الناتج صفر. واصبر له على المقصود، ما تنجمع روحه وروحك اسال. السبب كفيان شر، وما اريدك وياي الصدق هولاك طب بغداد يحتل. الله يا حبيبي الله عليك. استاذ مبدع. مسلم المبدع. فدوى رحت لك الابداع استاذ انت مبدع. يا حبيبي. الله يحفظك. انت استاذ مسلم. حمودي شنو علاقتك بالمغول؟ هواي تناولت المغول، هواي كتبت لهم، شنو علاقتك فيهم؟ مثل ما تفضلت كتبت لهم انا، يعني مجرد بيت واحد ذكرت به المغول. لا انا ما اقصد هذا البيت، انا نعم. اقصد انه لك هواي دارس عنهم، هواي متعمق بتفاصيلهم. شنو هاي العلاقه؟ شوف شنو اللي شفته بيهم على مود تعمقت هيك؟ شوف استاذ مسلم، نعم. عندنا احنا يعني حاليا بالتاريخ اللي تقراه، تعريف المغول على ما اذكر انه اقوام وثنيه همجيه اجت من اواسط اسيا واستحلت الاناضول، استحلت الدوله العباسيه بغداد. هو صح سووا هيك شيء، بس انت من تجيها للواقع انه المغول خلينا نقول جيش عظيم، تاخذها من باب انه عندهم مخططين للحروب. نعم. قدروا يحتلون الدوله العباسيه اللي هي كانت من اقوى الدول بالعالم بصوره عامه. جاي احكي لك من اقوى الدول، من تحكي عن جيش يستحل دوله قويه، فهذا جيش قوي. والتاريخ ظلمهم صراحه، التاريخ من ناحيه ظلمهم لان المغول اتبعوا نهج اهل البيت، اتبعوا نهج الامام علي والامام الحسين عليهما السلام. فمن اتبعوا هذا النهج بصوره عامه التاريخ قام يهاجمهم. زين قام يطلعهم. هاي المعلومه منين جبتها انه تبعوا نهج اهل البيت؟ والله شوف، حاليا انت اذا تقرا التاريخ اللي عندنا ما راح تلقى هذا الشيء اساسا، بس من راح ترجع الدوله العباسيه كان بها قائد مسلم، عفوا استاذ مسلم، مو قائد، عالم الطوسي. اللي تاثروا بهذا العالم، هذا العالم الطوسي من مراجعنا العظام، هذا العالم يتبع نهج اهل البيت، فمن خلاله قدروا يدخلون للنهج اهل البيت والنهج الشيعي، خلينا نقول المذهب الشيعي. فلذلك حاربوا الجيش المغولي بصوره مو طبيعيه بالتاريخ وبهواي اماكن. يعني احنا اليوم اذا نريد نقرا قصه المغول الحقيقيه ما نرجع لكتب التاريخ اللي عندنا، لا ترجع التاريخ اللي عندنا، نرجع للكتب التاريخ اللي موجوده بالهند، بالصين، بذن الدول اللي بواسط اسيا. شاعر محمد احمد ظهر قبل سنتين بقوه كبيره في بعض البرامج والمهرجانات، ثم اختفى اختفاء تام. شنو سبب اختفاء الشاعر محمد احمد الكعبي؟ والله شوف استاذ مسلم، هو ماكو شيء اسمه اختفاء مثلا اذا نقول بسبب محاربات او شيء. فالاختفاء كان بسبب الوسط. ليش؟ شنو السبب؟ الوسط اللي كنت
داخل بيه، يعني الاشخاص جاي اسولف لك ما يحبون الخير لغيرهم، ابد ما يحب ليش؟ الخير لغيره. زين ما شلون؟ اعرف، هو هذا يعني شيء ما اعرف من الله سبحانه وتعالى، ما ادري زين هو شلون من الشخص اختلطت نفسيته. شلون اختلطت بهاي الاشخاص؟ بعد شلون نقول صارت فاز وقع بالراس. بس ايضا احنا ما ننسى اكو داعمين مو بس محاربين. من أكو كان داعم لك؟ مثلا الداعم الاول والدي واهلي. تحياتنا للاستاذ والدك. الداعم الثاني اخوي علاوي، اخوي علي احمد. الله يحفظه لك. الداعم الثالث صاحبي وصديقي واخوي، تحياتنا لحسام البهادلي، الشاعر حسام البهادلي. تحياتنا للاستاذ حسام البهادلي، يا حبيبي، شاعر كبير، ان شاء الله يكون ضيف. فهي يعني باختصار او بصوره عامه انه هم ظروف وهم الوسط كان مو الوسط اللائق انه اكون به. يعني انسحبت، خلينا نقول فتره استراحه. عاشت ايدك. أيوة. استراحت مقاتل ورجعت ان شاء الله. ان شاء الله. حمود شوي خلينا نغرد بعيدا عن الانتقاد وبعيدا عن المحاربات. شنو يعني لك الحب؟ ليش صمت؟ ليش؟ سؤال محرج بس. نعم. باعمارنا احنا ماكو شاب ما يمر بهذا الحب. صحيح. وايضا الحب حلو، بس بحاله اذا كان هو الشخص الصح، مو اي شخص كان. اكيد انت كتبت على هذا الشخص الصح، اكيد كتبت على هاي قصة الحب. شنو كتبت على هذا الانسان الصح؟ راح اعطيك لوحة. انت مبدع، كل شيء منك حلو، الله شاهد. بدو اروح لك استاذ مسلم. الله يحفظك. مو مثل طبعي. اي. مثل طبعي اخذت اطباع الفراش، تغار حيل وما تحب طار اللمس. هاي روحك وانا ذايب بيها حيل، مثل توقيع اللي يحب يوم العرس. الله. هاي روحك وانا ذايب بيها حيل، مثل توقيع اللي يحب يوم العرس. الندى اللي ينزل على الوردة اكيد، هاي بوسات وعلى عيونك همس. عيونك ونوم الورد متشابهات، اثنين هنين فتحن بضي الشمس. وسلامتك. الله عليك. الله مبدع. فدوى روح لك. مبدع. انت الابداع يا حبيبي. مثل ما قلنا بالبداية، صغير في العمر لكن كبير في العطاء. فدوى روح لك. الله يحفظك. عمرها شهادة اعتز بيها. الله يحفظك استاذ، انت مبدع، الله شاهد. يعني بعيدا عن اجواء البرنامج، انت صديق يعني مقرب، صديق بعيدا عن البرنامج. ان شاء الله تدوم هاي الصداقة. ان شاء الله يا حبيبي. انتقل للسؤال اللي بعده. محمد، انت يعني مو نفس جيلك لربما تاثر بالقصائد المعاصره. انت يعني فكرك بعيد، يعني كاظم اسماعيل قاطع بعيد، يعني فكرك كان كلش بعيد عن جيلك. اهتميت بالصورة الشعرية، كلش كان تركيزك على الصورة الشعرية، كتبت الصورة الشعرية، ونادرا لربما نلقى شاعر بعمرك او بجيلك متأثر بكاظم اسماعيل قاطع. هو موجود، ما اقول لك ما موجود، بس مو بالتأثر اللي انت تأثرته، مو بالصورة اللي انت كتبتها. والله شوف استاذ مسلم. نعم. انت من تحكي لي من ناحية تأثر، فهي تتبع ثقافة وذوق الشاعر. انا جاي احكي لك بصورة عامة، ما جاي احكي لك عن نفسي انا. صحيح. يعني لربما كل يوم شاعر يتأثر بقصيدة إحساس تلامس قلبه. نعم. هاي الأبيات اللي هي لامست قلبه راح يحب هذا الشاعر، يتأثر بهذا الشاعر. لربما مو كشاعر اسم، لربما ببيت أو بقصيدة. أنت منو كان الشاعر اللي تأثرت به أو اللي حبيته وخلاك تكتب هاي الصور الشعرية؟ والله الصراحة يعني دخلت من خلال الله يرحمه أبو سام كاظم اسماعيل قاطع. الله. اسم قصيدة مال زعلان بس يا زعل لما ترد للصدق. قصيدة كلش جميلة، هي اللي خلتني أدخل مجال الشعر بصورة عامة. أكيد الرحمة والخلود لشعراء الرعين الأول. أستاذ محمد، اشرح سمعنا قصيدة. نعم. أبقي لك عيوني وزعلي والطيف، وازرع لك ورد وسط البساتين. إذا ردت الموادع الله وياك، بس خلينا شنفوح السنادين. يرهم موت فوق القاع مرات، مو إلا بقبر حدر الثعابين. إذا شفت النخل مذبوح ما مات، هج مقدم الروح بقرابين. وحتى الزاد حس يخنقني مرات، شي ما قعدوا قبال المجافين. جدمك من رحل حسبالنا يعود، ما حس بطبعك مثل السنين. عركة ويا النجم عندنا بالليل، كل ما رد تعدى يضيع العين. الله
الله الله. هاي وحدها قصيدة استاذ حبيبي. الله شاهد، هاي وحدها، هذا البيت وحده قصيدة كاملة. انت عركه ويا النجم عندنا بالليل كل ما رد تعدى يضيع العين، عند القلب كان عيون عميان يسمع بالحكي وما شايف الزين. الله. اللي عنده سلاح مو الا بكتل جاي، الخنجر والقماقم بالدواوين، بس اول شهر نتذكره ويروح، ذكرك حاله من حال المساجين، وشوف العين ما محتاجه وياك، ما تنشاف بالعين الشياطين، وما تنشاف بالعين الشياطين. الله عليك يا حبيبي مبدع. انت المبدع يا عمر. الله شاهد مبدع. فدوى اروح لك. استاذ محمد، وصلنا الى فقره الفيديوهات. نعم. راح اعرض لك بعض الفيديوهات واريد تعليقك عليهن. نعم. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. خلينا نشوف السيد المخرج شو محضر لنا. لا مدرسة من غير سؤال إيهاب المالكي مدرسة. شنو تعليقك؟ باكر عقبال نسمع عن ولد العراق مدرسة ونص، مو بس مدرسة. ليش؟ والله شوف يعني انا اذا اوجه رسالة على الشيخ اقول له مثلا على شنو استندت انه ايهاب المالكي مدرسة؟ ليش مثلا ما يستحق ايهاب المالكي مدرسة؟ لا، ايهاب المالكي شاعر كبير، شاعر له ثقله بالعراق وبالوطن العربي اصلا، بس يعني انا اليوم مو ياهل يجي من كيف اعطيه انه هذا صفه مدرسه. مو اي واحد يجي صار والله انا اعطيه صفه مدرسه. ليش؟ شنو النقص اللي بيهاب على مود ما يكون مدرسه؟ المدرسه مفهومها مو انه والله هذا شاعر متكامل وهذا شاعر غير متكامل، هواي شعراء يكتبون الوزن والقافيه، هواي شعراء يكتبون الاحساس، هواي شعراء يكتبون الصوره. بس صفه المدرسه مثلا خليني اقول على الشيخ قال مدرسه، على شنو استند؟ اريد مثلا هسه شغله استند عليه. يعني مثال خلينا نقول اريد اقول كاظم اسماعيل القاطع مدرسه. اجمع يعني خلينا نقول اغلب الشعراء قالوا كاظم اسماعيل القاطع مدرسه، هسه انا اخذت راي الاغلبيه، بس انا اليوم ما اخذ راي شاعر واحد او مهوال والله قال فلان. شنو النقص اللي بالشاعر الكبير ايهاب المالكي انه ما يكون مدرسه؟ يعني ايهاب المالكي بينقص انه ما يكون مدرسه؟ اول ما سالتني ايش قلت لك؟ الشاعر ايهاب المالكي نعم شاعر جميل وله ثقله بالعراق والوطن العربي. صحيح. انما هسه على الشيخ استند قال مدرسه، على شنو استند؟ غير اكو دليل مثلا؟ هسه انا مثلا اقول مثل ما قلت لك كاظم اسماعيل قاطع مدرسه، غير راي اجمع الشعراء على هذا الموضوع. هسه انا اسمع بس على الشيخ يقول ايهاب المالكي يعني هسه استاذ محمد اللي فهمته من سؤالك انه انت حاليا قاعد توجه رساله للشاعر علي الشيخ انه تريد من عنده دليل استند عليه انه ايهاب المالكي مدرسه. اي والله مو انا اليوم تحياتنا للناصريه، بس مو انا اليوم والله ابن محافظتي لازم اصعد من اسمي. يعني يجوز حتى يعني انت حاليا قاعد تقول انه علي الشيخ انتقل للعنصريه. تحياتنا لعلي عنصري يعني. تحياتنا لايهاب المالكي، يعني يجوز حتى هو ما يرضى على هذا الموضوع، مو بس رايي او راي غيري. ايش مدرك ما يرضى ايهاب المالكي انه يكون مدرسه؟ استخدمت لك كلمه يجوز. نعم. يعني اما يرضى او لا يرضى، اما او زين انت بنظرك شاعر محمد احمد الكعبي يشوف الشاعر ايهاب المالكي يستحق كلمه مدرسه؟ تحياتنا لشاعر كبير بس ما يستحق كلمه مدرسه، او هي صفه مو كلمه. زين بنظرك منو المدرسه اليوم؟ منو عندنا بالشعر الشعبي؟ منو عندنا المدرسه؟ كم مدرسه بنظرك؟ الثوابت حاليا نعم. اغلب الشعراء ثلاثه: مظفر النواب، نعم، كاظم اسماعيل قاطع، عريان السيد خلف. اغلب الشعراء تسال اي شاعر اليوم بالوسط يقول لك ذول الثلاثه مدرسه ثابته. بس انت نسيت اسمه هنا. الشاعر الكبير الراحل سمير صبيح. اليوم سمير صبيح تشوف اغلب الشعراء اللي بالشارع اللي هو من جيلك الشباب متاثرين بسمير صبيح. المدرسه اللي تخرجوا منها حسب يعني ما ابو علي يحجون يقولون انه سمير صبيح. خليني اوضح لك فكره. نعم. ابو علي الله يرحمه، الله يرحمه، شاعر عملاق بما تحمله الكلمه. فانت من تجي السمير صبيح يقول لك لا تقول لي مدرسه، انا متخرج من مدرسه كاظم اسماعيل القاطع. نعم. هو جاي يقول لك انا مو مدرسه، انا متخرج من مدرسه كاظم اسماعيل القاطع. اكيد بعد هذا رايك الخاص، واكيد حق الرد مكفول للشاعر ايهاب المالكي والشاعر علي الشيخ. ننتقل للفيديو اللي بعده. تحياتنا لهم قبل لا تنتقل للفيديو. اعزاز على قلبه، ما اعرفهم يعني ما عندي علاقه بهم شخصيه. نعم. بس هذا مجال وسط فني، يعني خلينا نقول عمل، نظام العمل ما بيه مجاملات. نعم. هو مثل ما قلنا بعد حق الرد مكفول،
وخلينا نشوف السيد المخرج ايش راح يعرض لنا فيديو. ان شاء الله. ترى القرآن الله وشقوا القرآن. شنو تعليقك؟ سمعت اليوم نشوف الجمهور والذائقة وبعض الكثير من الشعراء انتقدوا هاي القصيدة للشاعر علي الجنوبي، شنو تعليقك على اول شيء هذا؟ تحياتنا له. تحياتنا للشاعر الكبير علي ثاني الجنوبي. شيء مو من اللائق انه اصعد واسوي تكفير بالله، تكفير بالله. من يا ناحية تكفير شنو بالله؟ القرآن الله وشقوا القرآن استغفر الله، يعني ماكو استغفر الله. هيك نظام بالشعر ماكو. نعم. يعني وان كانت بباله غير فكره ما يطرح بهذا الموضوع. ليش؟ اسم لفظ الجلاله اسم مقدس، اسم مقدس مو يحمله على الجنوب فقط، يحمله العالم الاسلامي كله، بغض النظر عن سني شيعي من اي مذهب من اي طائفه. هذا من يحمل اسم لفظ الجلاله يذكر والله القران استغفر الله القران الله وشقوا القران. بس يمكن هو كان يقصد حتى اذا كان بها. يقصد غير شيء. انا اليوم اطرح فكره اطرحها بغير شيء، انا تعال والله افهمكم واحد واحد، جوا جمهور الف واحد ما حد قام حكي. اكو شاعر بالناصريه ما اعرف باي محافظه يعني ما يذكرنا اسمه، قرأ قصيده على الاحزاب كلها قامت وقفت وظلت تحكي عليه وطلعوهم من المهرجان. يذكر اسم الله ما حد يقوم يوقف. ما زين حد اليوم يقوم يعترض. اليوم نقول ليش احنا نذم الشاعر؟ ليش ما نذم الذائقة؟ ليش ما نذم الجمهور؟ الجمهور من قلت لك اليوم أنا- قاعد قلت نشوف لك اي أنا- شاعر قاعد يصعد. قلت لك لا استاذ 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 اليوم نشوف احنا الجمهور اي شاعر قاعد يصعد، وهواي قاعد نشوف كلش هواي اخطاء بالشعر، وهواي وبالخصوص بالمجال الحسيني نشوف اي شاعر قاعد يصعد الجميع الجميع قاعد يصفق له. ليش ما الله والصفقه نعم. ساعدتها بيتهم، خليته يكتب كل شيء يجي على باله. بس الشاعر علي الجنوبي شاعر كبير. ما يفكر واحد جوا جمهور متلقي يقول له اوقف عند حدك هذا غلط، ماكو هيك شيء. بس علي الجنوبي شاعر كبير. برايك هذا؟ مو بس برايي لا، اليوم لا، قاعد برايك، اشوفه. برايك. لا برايي العديد من الذائقة. رايهم ولهم. انا رايي اللي يصعد ويحكي هيك الفاظ هذا نعم. بعد حتى تنفيه من الشعر الرسمي، تنفي. تنفيه من الشعر الرسمي. اكيد تحياتنا للشاعر الكبير علي الجنوبي وتحياتنا وقف تحياتك انت، لا تشملني ابد، لا تشملني. تحياتي للشاعر الكبير، تحياتي للشاعر الكبير وتحياتي لمحافظة العمارة وللشاعر الكبير علي الجنوبي، واكيد حق الرد مكفول. طبعا تحياتنا لجميع محافظه العماره، بس خليه يرد. خلينا نشوف السيد المخرج شو محضر لنا بعد. هم بعدكم. اكيد. السيد ابو علي الكعبي، شنو تعليقك؟ والدي خيمه وعدبته وشراع السفينه بريح، وش رايد نسولف حتى وصفنا، شو السولف قليل، ايش تكتب قليل. تحياتنا للسيد والدك. الاب صدق خيمه، اكيد خيمه بمعنى الكلمه. اكيد. شنو علاقتك فيه؟ والله شوف مو بس انا، يعني انا واخواني نعم. علاقتنا بيه يعني مو فقط اب، نعم. صديق يسامح. حمودي حسب ما وصلنا وحسب ما سمعت انه هو يميل عليك. والله مو بس علي، يعني على اغلب اخوانه، بس حكم انه انا مرات اكثر الاوقات اكون مثلا متواجد بالبيت او مثلا قريب علي، فمن هذا الباب. الله يحفظ لكم ان شاء الله والله يديم خيمه لكم. تحياتنا اكيد للاستاذ ابو علي الكعبي. ايش راح تسمعنا حمودي؟ يقول طردتني واجيتك حمل المغرب، شو الصوم انتذبنا ارجع لك معذب، سوالف عندلك تترس شليلك نار، بس بلسان عزة نفس اللي تشلب، مثل النخلة من تترسها ماي تموت، الله. مثل النخلة من تترسها ماي تموت، تحين ولكن نيتك تخرب، ومن نصفق جنحك هو كومة ريش، باكر بالوسادة صفتها نترتب. الله الله. ومن نصفق جنحك هو هو كومة كومة ريش، ريش. باكر بالوسادة صفتها نترتب، وعلى من كبرن جروح كل من ناي الحياية بميل هزهن، كل من نايم ينرفع حاجب وصيتك كل من ادقرك لو صرت مشعال لي. الله. يا حبيبي الله والنعم منك. وصلنا اليوم الى فقره الشطرنج. نعم. جاهز؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كل وقت جاهز حمود؟ فدوى روحك. الله يحفظك. خلينا نشوف اليوم حسب رايك من هو ملك الشعر؟ ملك الشعر. نعم. كاظم اسماعيل قاطع. من هو الوزير؟ ابو علي الله يرحمه سمير صبيح. الله يرحمه.
وصلنا إلى القيراج. القيراج مثل ما نعرف أنه هو نظرته بعيدة. نعم. منو موجود بالشعر الشعبي عندنا؟ أي من الشعراء نظرته بعيدة للشعر الشعبي؟ الراحل عطا السعيدي، الله يرحمه إن شاء الله. يرحمه وتغنى. وصلنا إلى فارس الشعر. من هو فارس الشعر فارس والمدافع عنه؟ نعم. الراحل رحيم المالكي. رحمة الله عليه. وصلنا إلى قلعة الشعر. من الشخص اللي ترى يستاهل منصب قلعة الشعر؟ طبعا شعرنا اليوم كلهم راحلين الله يرحمهم. قلعة يرحمهم إن شاء الشعر الله. الشعبي غني محسن. وكما قال الشاعر الراحل رحيم المالكي: غني كلش غني بس بعده بالإيجار. الله الله عليه. شاعر من شاعر. نعم. الله يرحمه. حمودي، وصلنا اليوم إلى جنود الشعر، وكنا نعرف أنه ما نقدر ندخل أي معركة إذا ما بها هاي الجنود. من هي جنود الشعر اللي دخلت بالمعارك مال الشعر ودافعت عن الشعر وقاتلت على مود الشعر الشعبي؟ من هاي الأسماء؟ نعم أستاذ مسلم. شوف صراحة أنت هسه من تحكي لي عن إنه من جنود الشعر الشعبي اللي ما نقدر نحارب بدونهم، هم أسماء هواي ما أقدر أختصر لك إياهم بثمانية، يعني هواي ببالي من نعم. أسولفك الباكر ما يخلصون. فراح أقول لك باختصار وهم على مود الوقت ما ياخذنا. الشعراء الشباب بصورة عامة مال العراق أجمع. أكيد تحياتنا لجميع الشعراء الشباب. شنو رأيك بالألوان الشعرية؟ وهم كتبت عليهن؟ شوف أستاذ مسلم، الألوان الشعرية نعم. ألوان كلش جميلة. إذا كانت من بحر الهزج، إذا كانت يعني البحر الهزج اللي هو الهزوجة، إذا كانت الدارمي، إذا كانت البودية. أستاذ محمد، نعم. منو أكثر لون تحسه قريب إلى قلبك ويعني مبدع به؟ أنت الله شاهد بكلهن مبدع، بس منو أكثر لون تحسه قريب إلك؟ فدوى أروح لك أستاذ مسلم. هو يعني نعتبر إنه القصيدة بالمرتبة الأولى. نعم. وإذا تحكي لي على الألوان فأقول لك الدارمي، لأن شطر صدره عجز. نعم. عفوا صدره عجز. نعم. بس احتمال ينكتب بقصيدة. شو أحسن معنى والله الدارمي؟ دارمي أسمعك سؤال وجوابه. أي. يقول: روحوا يا مجرى الماي ما فارق الدوم، جرح العتاب يبين حتى من الهدوم. ولا فترة يقول: من رد الولف تقول صارت سنة بيوم، راح العتاب الكان بان من الهدوم. وسلامتك يا حبيبي. الله عليك، الله عليك. فدوى أروح لك. أنت مبدع. أنت الأكثر إبداعا طبعا. الله يحفظك. للتنويه، أنا ما علقت على قصائدك أو ما قاطعتك على مود أترك مجال للمصممين، لأن مثل ما تعرف المصمم بهاي الله راح يواجه هواي صعوبة، فأنا تركت له مجال على مود ياخذ راحته. يعني كلش ممنونك بهذا الموضوع، يعني أنت حاليا نكرت ذاتك. فدوى راحتك. يعني داخل البرنامج المذيع يحب دائما يسيطر أو المقدم، أما أنت ما حبيت تسيطر، فكلش استانست باللقاء وياك صراحة. الله يحفظك. شكرا لك أستاذ محمد، كنت ضيف خفيف الظل وضيف مميز وممتع. يا حبيبي أستاذ مسلم، أنا طبعا هذا من حسن ضيافتك وتسهيلك للحوار والحكيك اللبق. الله يعني كلش أشكرك على هذا اللقاء حبيبي. لك أستاذ، الله يحفظك. يا عمري. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. نلتقيكم بقلم جديد وبشاعر جديد من برنامج قلم شاعر. طبتم سالمين.